مسيح اخويا وصاحبي وحبيبي، عامل ايه يا صاحبي؟ طمنا عليك، وحشني يا صاحبي. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بوشك ده كداب كدب الابل. اهلا يا عم. ايه اللي جابك؟ عايز ايه يعني؟ ايه اللي فكرك بيا بعد المده دي كلها؟ مش فاهم انا. وحشتك خلاص؟ ايه يا عم في ايه؟ مش عايز اشوفك انا، ده انت واحد غريب قوي. انت بتتكلم جد؟ من زمان يا سيحة وانت كده عسل عسل ودمك خفيف وبتحب تجبر الخواطر. انت بتقول ايه؟ انا عارف ان الكلام ده من ورا قلبك. حبيبي يا سيحة. لا، من قلبي جدا على فكره، ومن اعماق اعماق قلبي على فكره، يعني عشان بس تبقى واضحه معاك، من اعماق قلبي جدا ومقتنع بيها جدا، وعمري ما قلت لحد كلمه كنت مقتنع بيها قد النهارده. انت غير الغداتة. ايه المشكلة يا صاحبي؟ كلامك زي العسل بالنسبة لي وبيخش على قلبي، جميل اوي. انها المخدرات. ما يهمكش عادي، قول اللي انت عايزه يعني، ما يهمكش، انت صاحبي واخويا، ما كنتش انا ابلع لك، مين هيبلع لك؟ المهم بقى يا حبيبي، مش هتعزمني على حاجه؟ عصير بقى، بيبس، اي حاجات من الحاجات الجامده، شاي، اي حاجه يعني، عزمني وضيفني كده. بت ام التباتة والسقالة اللي فيك يا اخي. بالنسبة للشاي ما عنديش سكر وما عنديش شاي والمية قطعة. بالنسبة لحاجة ساقعة معيش فلوس اجيب لك حاجة ساقعة. بالنسبة للعصاير ما عنديش برضه، فما عنديش حاجة طفحها لك يعني، ما عنديش حاجة طفحها لك. تعرف انت اتأخرت على فكرة، حاسس انك اتأخرت، فاهم؟ مش مشكلة، عادي عادي، ما يهمكش، أنا عايز آكل الأول يعني، أي أكل كده عندك، أي حاجة كده أنا ممكن أكلها يعني، جبنة بتاع، أي حاجة يا صاحبي، ده إحنا واحد، ده أنت عشرة عمري. اخر جبنة كنت لسه انا فاطر بيها، ما عنديش جبنة برضه. بالنسبة للعيش لسه ما جبتش، الفرن قافلة النهاردة ما فتحتش. عايز ايه تاني؟ المية قطع، عشان بس ما تطلبش، المية قطع، ما عنديش مية. اجيب لك كوبايات ارقشها، عندي كوبايات ازاز، ده ارقشهم. الجو اللي هناك ده مش واكل معاك في حاجه؟ ليه؟ مش جاي من امك اي حاجه. لا أرقش إيه يا عم، أنت شايفني قرش؟ من يوم ما كنت خفيف الدم هتسيحة ده حبيبي. مش مشكلة، أنت عارف يا سيحة؟ أقولك النهارده عايز انام، انا هنام على الكنبه اللي انا قاعد عليها دي، ماشي، انا هنام، هات لي بقى بطانيه وشغل لي التكييف ده عشان عايز انام واخد راحتي كده، ماشي. يا ابني الاحساس مقطوع. عايز تنام يا حبيب قلبي يا ميحة يا حبيبي؟ وانا ما قلتلكش؟ يا لهوي يا اخي، ما قلتلكش؟ انت عارف ان الكنبه دي مليانه صراصير، مش هتعرف تنام عليها للاسف، كلها صراصير، وانا رشيشها وحاطط عليها الترسول، فمش هتعرف تنام. بالنسبه بقى التكييف بايظ يا حبيبي، بايظ للاسف، محتاج صيانه ب30,000 جنيه، فاهم؟ بالنسبه للبطاطين ما عنديش، كان عندي فرفل في الشقه هنا ومسكها قطعهم كلهم اتقطعوا، ما عنديش اي حاجه خالص يعني. خد نفسك وامشي بقى، خد نفسك وامشي. يا سيحة ما يهمكش، صراصير دي ما بتقرص ولا بتأذي، بيرزول فداك يا عم، اي حاجة في الدنيا هقعد اكح، فداك، ايه المشكلة يعني؟ ولا اكن ما تحطش في دماغك، انا هنام مكاني، هنام على الكرسي ده، ما تخافش هنام. مش هينفع يا ميحة، مش هينفع الكرسي ده، انت لو فضلت قاعد عليه شويه تاني هيتكسر، لان انا حاطط له رجل خشب كده بسيطه ممكن يتكسر، فمش هينفع، انا خايف على صحتك، ما هو لو اتكسر هيعورك، فمش ينفع تنام عليه يا حبيبي، مش هينفع. هو انا ليه كده يا سيحة حابب حاسس كده ان انت عمال تطفشني يعني، ليه انا حاسس يعني بالموضوع ده، مش فاهم ليه، هو اكيد احساس مش صح، بس انا ليه حاسس بيه؟ انت عبيط حاسس؟ ايه الاحساس الغريب ده؟ هو انت مش متاكد؟ انا فاكرك متاكد. انت ما عندكش دم يا ابني، ده انت الدم ممسوح من عينيك، على دي تربيه. غور يا ابني من هنا، غور يا، ما عنديش دم صح؟ انا بقول برضو كده سيحة ان الاحساس ده مش حقيقي يعني. المهم انا هنام في الارض بقى، مشينا هنام في الارض لحد ايه، لحد ما يجي الصبح كده، عشان عندي مشوار قريب منك كده، فهونسك بقى بالبره يا حبيبي، هونسك يعني، مش هسيبك لوحدك. يا حبيب قلبي يا ميح، ده بيتك وبيت اخوك يا ولا، ما تقولش كده يا عبيط، ده انت تنام وتبات في اي حته يا حبيبي، ده بيتك وبيت اخوك. هو ده العشم برضه يا سيحة يا حبيبي، هو ده اللي انا مستنيه منك، وبقول اخويا اللي ما جابتوش ولاده، هو ده العشم يا حبيبي. بس انا نسيت هقول لك يا ميح، انت ما تعرفش، مش انا عندي شغل بالليل الايام دي، انا رايح شغل بالليل، فما ينفعش يا حبيبي اسيبك لوحدك هنا، ممكن تخاف ولا حاجه، وكمان الشقه انا بقفلها وانا نازل، فانا لو قفلت عليك مش هتعرف،
فانا عندي شغل بالليل يا ميحة، عندي شغل مش هينفع تبعد والله. كان على عيني يا حبيبي، كان على عيني، خساره مش هينفع يا حبيبي. هي مالها بردت ليه؟ عايز حاجه يا سيحه؟ السلام عليكم. انا راجل يعني انا راجل مش محترم ان انا جيت هنا البيت ده. سلام يا صاحبي.